طبعا التطبيق اخد وقت كتير قوي على سكتش وير عشان تشوفه بالشكل ده. ايه ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده حاجه اسمها تطبيق مجال، حاجه لاول مره تنزل على قناتي. افهمك يعني ايه تطبيق مجال. تطبيق مجمع لك فيه ملخص المجال كله، يعني التطبيق فيه قسم ترماكس وقسم واتساب ونسخ واتساب معدله ونسخ واتساب للتعديل وكيبات معدله وكيبات التعديل واكواد حظر واكواد فك حظر وبرامج المجال، وقسم سكتش وير واكواد هتحتاج للسكتش وير وتطبيقات هتحتاج للسكتش وير، وقسم يوتيوب وقسم سكريبتات مثلا زي سكريبت اعتزال، سكريبت رجوع المجال، سكريبت القناه، سكريبت مثلا النسخه، قسم ارقام فيك وقسم في بي ان وعامل لينك شات. طب يلا نخش على البرنامج افهمك انت هتاخد الحاجات دي منه ازاي. طيب سايب لك تحت في الديسكريبشن لينك البرنامج، لما تحمله وتثبته هيبقى معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، تقوم دايس عليه هيفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي، هيطلب منك باسورد. طبعا انت لو كتبت اي باسورد ودوست الموافقه طبعا الباسورد هيبقى غلط. تمام، الباسورد ايه؟ ما ينفعش الباسورد يكون سمول، لازم يكون كابيتال، لازم يكون حروف كبيره. تقوم دايس على دي، تقوم كاتب ايفل فاصله موميا. تمام، وتقوم دايس الموافقه. فهمت الباسورد ايه؟ ايفل موميا، وتقوم دايس الموافقه. هيفتح معاك بالفيديو اللي انت شايفه ده. تمام، البرنامج يشتغل معاك. كل دي اقسام. تعال بقى نمسك قسم. عندك قسم الترماكس، كل دي حاجات للترماكس. تمام، كل دي اوامر للترماكس. طب انت عايز تاخد حاجه منهم تقوم دايس عليه كده، انت كده تم النسخ. تمام، انت كده نسخته. كل اللي عليك انك هتنسخه. بعد ما انت نسخته تقوم داخل على نسخه فاضيه، ده اللي انت نسخته. تمام، كل حاجه بقى انت عايز تاخدها كل دي اوامر. لو انت مثلا عايز تاخد امر تثبيت 311 اداه تقوم دايس عليه كده، تقوم داخل على نسخه فاضيه، حاطط الامر هنا تثبيت 311 اداه اللي احنا نسخناه. تمام، تخمين باسورد انستا، لو انت عايز تخمن باسورد انستا تقوم دايس عليه كده وتقوم داخل على نسخه فاضيه. الاوامر اهي، تخمين باسورد انستا. كده انت فهمت. طيب نخش على القسم اللي بعده. دي اوامر الترماكس. قسم الواتساب، نسخ واتساب معدله. عندك نسخه ايفل فيرجن 18 تست، نسخه ايفل فيرجن 18، نسخه ايفل فيرجن 20 وهنا التست بتاعها، وهنا نسخه ايفل فيرجن 19 وهنا التست بتاعها، نسخه سحب رومات وهنا التست بتاعها، نسخه انهاء الرومات وهنا التست بتاعها، نسخه تحويل الصوت. كل النسخ دي مش محتاجه تحديث وشغاله عادي. يعني لو دوست على نسخه ايفل فيرجن 18 هينقلك على اليوتيوب. ركز معايا. تست نسخه ايفل فيرجن 18.
نسخة ايفل فيرجن 20. تيست نسخة ايفل فيرجن 20. نسخة ايفل فيرجن 19 بسمات. كل النسخ دي شغالة مش محتاجة تحديث. تيست نسخة ايفل فيرجن 19. دوس تعريق كده مرة يسمعك صوت نغمة. ودي نسخة سحب رومات. تيست نسخة سحب رومات. نسخة انهاء الرومات. تيست نسخة انهاء الرومات. نسخة تحويل الصوت من MP3 ريكورد. تمام، ده قسم النسخ الواتساب المعدله. تمام، عايزين نخش على القسم اللي بعده اللي هو نسخ واتساب للتعديل. لو انت عايز تاخد نسخه منهم وتعدل عليها، تمام، دي بتكون نسخ من الصفر. عندك FM واتساب. دي نسخة FM واتساب. تمام، وعندك هنا GB واتساب. كل النسخ دي بسمات على فكرة، والنسخ دي من الصفر مش تعديل حد. تمام، دي نسخة GB. وهنا عندك نسخة يو واتساب. يو واتساب. وهنا عندك نسخة فؤاد واتساب. 4 نسخ للتعديل من الصفر. تمام، نخش على القسم اللي بعده. عندك هنا كيبوردات معدلة. عندك هنا كيب ايفل فيرجن 2. عندك هنا كيب ايفل فيرجن 3. عندك كيب تحفيل شتايم. طيب ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ رجعت لي. عندك هنا كيب اختام. عندك كيب تحفيل واختام. طيب دي الكيبوردات المعدله. كيبوردات للتعديل اللي هي من الصفر زي النسخ واتساب للتعديل. عندك كيبورد السراب البعيد، ده من الصفر لو انت عايز تعدل من الصفر على كيب. تمام، ده كيب السراب البعيد. تمام، عندك هنا اكواد حظر. عندك 10 اكواد حظر. هتعمل ايه عشان تاخد كود الحظر؟ تقوم دايس عليه واحده كده مره، تم النسخ. هتقوم داخل على نسخه فاضيه، هتقوم كاتب هنا او عامل لصق للي انت نسخته. تمام، كل دي اكواد حظر. تمام، الكود اللي يعجبك تقوم دايس عليه مره واحده، هيقول لك تم النسخ. عندك 10 اكواد حظر. تمام، وعندك هنا اكواد فك حظر. هنا فك التخمين. وهنا برضو عندك 9 اكواد فك حظر. تمام، وده تخمين لو انت عايز تفك رقمك لو طاير كود. تمام، هتقوم دايس برضو مره عليها يتنسخ، مره عليها يتنسخ. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا قسم الواتساب وقسم الترماكس. عايزين نخش قسم برامج المجال. عندك هنا برنامج فك حظر الارقام. وعندك هنا برنامج فك حظر التخمين.
وعندك هنا ملف فرمطه وازاي تستعمله برضو في الفيديو. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده. وعندك هنا برنامج رسائل مزعجه. كده خلصنا قسم برامج المجال. قسم سكتش وير، عندك هنا اكواد سكتش وير انت هتحتاجها برضو، لو عايز حاجه منهم هتقوم دايس عليها مره واحده كده تمام. وعندك هنا التطبيقات هتحتاجها السكتش وير، اول ما تدوس عليها كده ينقلك على جوجل بلاي. تمام كده تمام كده قسم سكتش وير خلص. قسم اليوتيوب، كيفيه معرفه علبه التليفون الاصليه او لا. ازاي تعرف نوع فون هاتف اي حد من خلال رقمه بس. طريقه تكبير زرار الادمن في النسخه، كانت لاول مره على اليوتيوب. طيب ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده طريقه ازاي تعمل رقم فيك. افجر 200 سيم عشان تغير شكل اي نسخه وازاي تستعملهم. خلصنا قسم اليوتيوب. قسم السكريبتات، عندك هنا سكريبت النسخه، وعندك هنا سكريبت الكيبورد، وعندك هنا سكريبت اعتزال، وعندك هنا سكريبت رجوع المجال، وسكريبت القناه. طيب تعال نشوف كده سكريبت النسخه. تقوم دايس عليه مره واحده تم النسخ. تقوم عامل لصق للي انت نسخته. ده سكريبت للنسخه. وعندك هنا سكريبت الكيبورد. يعني ايه سكريبتات اصلا؟ اللي هو لو انت عايز تشير حاجه تمام، تحط اللينك هنا وتشير اللي مثلا لو انت عامل كيبورد، لو انت عامل نسخه كده تمام. دي سكريبتات. سكريبت اعتزال، وعندك هنا سكريبت رجوع المجال، وسكريبت القناه تمام. قسم ارقام فيك، كل دي برامج بتعمل ارقام فيك تمام. عندك هنا سيف وعندك هنا فري تاون، كل دي برامج بتعمل ارقام فيك وشغاله. وعندك هنا تكست مي اب، وعندك هنا تطبيق تكست مي، وعندك هنا نمرو تمام. نخش على بعضه. قسم الفي بي ان، طبعا لازم لما تعمل رقم فيك بالبرامج دي لازم يكون طبعا معاك في بي ان، ده ضروري، ما ينفعش تعمل رقم فيك من غير في بي ان. فدي البرامج الفي بي ان اللي بتساعدك عشان تعمل ارقام فيك. ببرنامج برضو الارقام الفيك تمام. عندك هنا برنامج يوجا اللي هو في بي ان يوجا، وعندك هنا في بي ان توميتو. كل برامج الفيك دي جامده. وعندك هنا في بي ان سيكرو، وعندك هنا في بي ان باندا، وعندك هنا في بي ان ميلون تمام. بعد ما خلصنا قسم الفي بي ان خش على قسم عامل لينك شات. الاول هتكتب +2، بعد كده تكتب رقم 011 012 010 اي حاجه، 012 77671 927. بعد كده تكتب مثلا في رساله هنا اسجلك ايه تمام. اول ما تعمل لينك الشات ده تقوم دايس انشاء لينك شات. لما تدوس على لينك الشات اول ما يخش هيقوم باعت لك على طول اسجلك ايه، ده تلقائي تمام. خلصنا قسم عامل لينك شات، نخش على قسم المطور. عندك هنا لينك قناه ايفل، وعندك لينك شات ايفل. بس كده يا قلبي، وده التطبيق بتاع المجال اللي هو فيه يعتبر اقسام كتير قوي، قسم الواتساب وقسم يوتيوب وقسم سكريبتات وقسم ارقام فيك وقسم الفي بي ان وتعمل لينك شات. التطبيق فيه يعتبر معظم حاجات المجال تمام. يلا يا قلبي، شوف فيديو جديد، يلا سلام.